السلام عليكم، كيف حالكم حبايبي؟ أنا خالد، رجعت لكم فيديو جديد أو قصة جديدة. في هذا الفيديو راح أتكلم عن شخص استغل ضعف شخص عشان يقتل عائلة زوجته والسبب تافه. بدون مقدمات خلونا نبدأ بالفيديو على طول. عاشت عائلة كرامر في بلدة دارن في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية. امتلك جيفري كرامر شركته الخاصة لتصليح السيارات، وتزوج لوري عام 1980 وكان عندهم 3 أطفال، أنتوني وأنجيلا ومايكل. كانوا زي أي عائلة أمريكية عادية وتقليدية إلين جاء هذا اليوم المشؤوم. في يوم 2 من شهر مارس العام 2010 تلقت الشرطة مكالمة هاتفية على الساعة 3:10 الفجر من واحدة قالت إنها أنجيلا كرامر، وكان عمرها وقتها 25 سنة. كانت تهمس في المكالمة وخايفة ومرتعبة لما قالت أنا في البيت وهم يطلقوا النار. وقتها كانت متخبية في خزانة أمها وأبوها وجلست تسمع اللي قاعد يصير. وصلت الشرطة وشافت شخص يتسلق من نافذة القبو، واللي كان أنتوني كرامر الولد الأكبر في العائلة، وكان ينام في القبو. قال للشرطة بأنه سمع طلقات نارية ومو عارف مين اللي كان في البيت. ولما دخلوا البيت لقوا رجل ميت في الطابق الأول وامرأة متوفية على الدرج، والضحية الثالثة كان ولد ومتوفي قريب من المرآب، واللي كان باين عليهم أنهم انصابوا بعدة طلقات في الرأس والجسم. ولقت الشرطة أنجيلا اللي كانت محبوسة في الخزانة، وما كان في أي شيء باين يثبت أنه كان في متسللين. أخذتهم الشرطة لبرا البيت. الضحايا كانوا الأم والأب جيفري ولوري والولد مايكل واللي كان عمره 20 سنة. نروح لمسرح الجريمة. في وقت إطلاق النار عرفت الشرطة أن صديقة مايكل كرامر كانت معه في البيت. قالت أنهم كانوا جالسين على الكنب ويتفرجوا على التلفزيون، وبلحظتها سمعوا إزعاج وصار إطلاق النار على طول. كانت قادرة أنها توصف للشرطة شكل اللي أطلق النار. قالت بأنه كان لابس ملابس سوداء بالكامل، كان شخص واحد بس. ولقوا محققي مسرح الجريمة نافذة مكسورة، وكانت جنبها مطرقة مرمية، ولقوا مجموعة أغلفة طلقات من عيار 40، وكمان لقوا ثقوب في الجدران. وحسب التحقيقات الأولية توقعوا أن جيفري الأب نزل من الدرج عشان يواجه اللي كان يطلق النار، وهو كان أول شخص انصاب بالنار. لحقتها زوجته لوري وانصابت في نص الطريق لما كانت على الدرج. أما ابنهم الأصغر مايكل كان في صراع مع المجرم، حاول أن يهاجم المجرم وجلس يرمي عليه مجموعة سكاكين أغراض وكل شيء قدامه، لكن انتهى في الحال أنه مات في غرفة قريبة من المرآب. شكت الشرطة بأن الجرائم كان هدفها السرقة، لكن ما كان في أي شيء ثمين مفقود من البيت. نروح للمشتبه به الأول، مقتل عائلة كرامر. صباح ذاك اليوم قابلت الشرطة أنجيلا وأنتوني اللي ما كانوا مصدقين اللي صاير له. أنتوني اللي هو الولد الأكبر أكد للشرطة أنه كان نايم في القبو لما سمع اطلاق النار. قال انه تخبى ورا طاولة البلياردو وتسلق من الشباك لما شاف انه آمن. اما أنجيلا فسألتها الشرطة عن اي شخص تتوقع انه ممكن يبغى يؤدي عائلتها. قالت للشرطة بانها توها انفصلت عن والد ابنها في عيد الميلاد واللي اسمه جوني بوريزوف. قالت بانه شخص مو قادر يتحكم بغضبه، والسبب اللي خلاها تنفصل عنه انه يكره عائلتها. أنجيلا وجوني تواعدوا لمدة عامين، جابوا ولد بعام 2009، بعدها انتقلوا عشان يعيشوا مع بعض. لكن جوني كان متملك وحاول أن يعزل أنجيلا عن عائلتها. وصرحت أنجيلا أن جوني هدد عائلتها كثير بالفترة اللي فاتت قبل الجريمة. قالت قصة صارت تقريبا من سنة. قالت أن موعد الاستحمام الأول للطفل كان المفروض أنه يكون حدث بس للنساء، لكن جوني ما عجبتها هذه الفكرة وما سمح لها أنها تشيل ابنها، وجلس في الزاوية وهو شايل ولدهم طول هالوقت بين كل هالنساء في هذاك الوقت. بعدها طفح كيلها وقررت أنها تبعد وبدت قضايا الحضانة. وما كان يبغى جوني أنه يدفع إعالة الطفل، كان يبغى الحضانة كاملة. وفي نفس يوم الجريمة اتصل جوني برقم 911 وقال إن بيت صديقته في إطلاق نار وإنه شافه في الأخبار، ووافق على إنه يروح لمركز الشرطة طواعية، وقال لهم إنه باقي عنده مشاعر تجاه أنجيلا، وكان قلقان إنها تكون ماتت. وسألت الشرطة وين كان موجود في اليوم اللي قبله. قال إنه كان في الكازينو طول الليل. وتوصلت الشرطة للقطات من كاميرا المراقبة في الكازينو، لقوا إنه دخل على حوالي الساعة 10 مساء وطلع على الساعة 4 صباحا. لكن ورغم هذا كله ما استبعدوه من التورط في الجريمة، لأنه ممكن يكون يعرف اللي طلق النار، فلهذا السبب احتجزوه في الشرطة. وعلى حوالي الساعة 11 كان جوني يتكلم بجواله أكثر من مرة في غرفة الاستجواب. حصلت الشرطة على مذكرة تفتيش عشان تفتشه، وكان في رقم واحد حاول أن يتصل فيه أكثر من مرة بعد مقتل عائلة كرامر، وكان الاتصال من جوال مسبق الدفع. وترك المتصل لجوني بريد صوتي بعد كم ساعة من الجريمة. قال في التسجيل الصوتي أن جيك، يعني اسمه جيك، وإنه لازم يتخلص من هذا الجوال في أقرب وقت، وإنه كانت تطارد الكثير من سيارات الدفع الرباعي السوداء. ونروح لطرف الخيط اللي توصلت للشرطة. وصل للشرطة بلاغ من شخص قال إنه جاته مكالمة هاتفية غريبة من زميله السابق في الغرفة، واللي كان جاكوب نودارس الملقب بجيك. قال إن جيك اتصل فيه وهو يقول إنه كان مرعوب.
كان يسوق سيارته على الطريق السريع وقال بأنه يحس أن كل اللي حوله رجال الشرطة، وكانت الجملة مشابهة للمكالمة الهاتفية أو التسجيل الصوتي اللي تركها جيك لجوني. وقال هذا الشخص زميله في السكن أن جاكوب دائما كان مكتئب، عشان ما نلخبط جاكوب اللي هو ملقب جيك، وكان على صلة قوية بالابن الأول في عائلة كرامر اللي هو مايكل كرامر. مو بس كذا، كمان كانوا أصدقاء مرة مقربين ويعرفوا ناس مشتركين. وفي اليوم اللي قبل عيد الشكر لعام 2009 اختلف مايكل وجاكوب وطرده من الشقة. نروح الحين للمطاردة. ما كان عند جاكوب تاريخ إجرامي، حاولت الشرطة أن تتصل فيه، لكن لما ما كان في رد لجأوا لجدة، وما كانوا متوقعين أن جاكوب متورط. قالت جدته بأنهم طلعوا يتعشوا مع بعض قبل الجريمة ب 72 ساعة، ووصفوه بأنه شخص خلوق اللي هم جدة وجدته، وعاش في عائلة متدينة، لكنه كان يعاني من الاكتئاب والميول الانتحارية وكان يستخدم أدوية مهدئة. وبعد بحث من الشرطة عرفت الشرطة أن جاكوب اشترى بندقية جلوك عيار 40، وكان الشيء هذا قبل أيام بس من الجريمة، وكان في متجر يبعد 20 دقيقة من بيت عائلة كرامر، وكان جاكوب قاعد يهرب. وقدرت الشرطة أن تحصل على مذكرة بحث لرقم جواله، واتبعوه في اتجاه الجنوب إلى فلوريدا، لأن عائلته عايشين هناك في فلوريدا. وفي اليوم 3 مارس وصلت فرق تطبيق القانون في ولاية فلوريدا البيت جاكوب. كان وقتها جاكوب نايم في شاحنة برا بيت أمه وأبوه. دقوا عليه قزاز السيارة وخذوا له الحجز، لكنهم ما لقوا أي أثر لسلاح الجريمة. نروح لمؤامرة القتل. قال جاكوب أنه كان صاحي طول الليل يتعاطى المخدرات، ويقول بأنه خايف من التداعيات لو تكلم، وقال بأنه هو وعائلته بخطر قوي لو ما نفذ الشيء هذا، بأن القتل هو الحل الوحيد عشان يطلع من هذه الورطة. ولكن بصعوبة تمكنت الشرطة أخيراً أنها تقنع الولد بأن عائلته في أمان، بشرط أنه يقول لهم على الحقيقة. واقتنع وصار يقول لهم تفاصيل ما صار. قال جاكوب أن جوني اللي هو زوج أنجيلا صار صديقه في عام 2009، وكان في حرب حضانته مع أنجيلا. وقتها جوني وفر له مكان لما مايكل طرده من شقته. وقال أن جوني كان شخص مخيف مرة، لأنه كان جزء من عصابة بيع المخدرات، وأن له أصدقاء عنيفين مرة. جوني قال لجاكوب أن أنجيلا تعرف كل شيء عن العصابة وتفاصيلها، وأنها هددتها أنها بتروح للشرطة وتبلغ عنه، وأن المفروض أنه يساعده عشان يسكت عائلة كرامر للأبد، لأن كلهم راح يتورطوا ومنهم جاكوب. جاكوب قال أنه صدقه بكل شيء قاله، وبما أنه صديقه اندفع عشان يساعده رغم خطورة الموضوع. وقال له كمان أن في أكثر من جريمة قتل راح تنفذها العصابة في هذاك اليوم، على أساس تمويه أنهم يخدعوا الشرطة أن هذا الجرائم من ضمنها. لكن بعد البحث والتحقيق ما طلع هناك أي جريمة قتل صارت. بعد ما استوعب جاكوب أن جوني خدع واستغله عشان يكون أداة لجريمته، قرر أنه يروي للشرطة تفاصيلها. قبل أيام من مقتل عائلة كرامر طلب جوني من جاكوب أنه يشتري بندقية وأعطاه عنوان بيت عائلة كرامر، وقال له على مكان اللي يقتحم فيه البيت. كانت تعليماته واضحة ومحددة، وهي أنه يكون الاقتحام في اليوم 2 مارس على الساعة 3 الفجر. وفعلا راح جاكوب البيت عائلة كرامر بعد ما تعاطى جرعة مكثفة من المخدرات، ووقتها استخدم مطرقة عشان يكسر نافذة غرفة المعيشة. ووقتها شاف مايكل وصديقته جالسين على الكنب. قال جاكوب أنه أطلق عليه النار لكنه أخطأ وما صابته، وهرب مايكل على المطبخ. وفي هذيك اللحظات نزلوا الأم والأب جيف ولوري من على الدرج، وبدأ يطلق عليهم النار بشكل عشوائي أكثر من مرة، وجت في الصدر والرأس. جلس جاكوب يدور على أنجيلا في كامل البيت زي ما وصاه جوني، لكنه ما لقاها. في نفس الوقت ما نزل الطابق السفلي، لكنه لقى أنتوني في واحدة من الغرف وطلق عليه النار وقتل على طول. وبعد ما انتهى من جريمته طلع من البيت وراح لسيارته اللي كانت واقفة في واحدة من الشوارع، ركبها واتجه على فلوريدا، المكان اللي يعيشوا فيه أهله، وتخلص من سلاح الجريمة بسلة مهملات أكرمكم الله خارج مطعم. ولقت الشرطة سلاح الجريمة وبعض الملابس في المكان اللي قال عنه، وفعلا طابق سلاح الجريمة مع طلقات النار اللي لقتها الشرطة. وفي وقت اعتراف جاكوب بكل هذه التفاصيل كان للشرطة 12 ساعة قانونية متبقية بس عشان يقبضوا على جوني، وكانوا بحاجة أدلة أكثر وما اكتفوا بكلام الولد وبس. ولما قدرت الشرطة أنها تحصل على تمديد لاحتجاز جوني رفض أنه يتكلم. ونروح الحين للحكم في قضية مقتل عائلة كرامر. 5 مارس تم تسليم جاكوب إلى ولاية إلينوي، وحبسوا جاكوب وجوني بزنزانة واحدة. ومن سوء حظهم أن زنازين السجن في إلينوي كانت فيها ميكروفونات للتصنت على المساجين. ووقتها بدأ جوني يسأل جاكوب إيش قال للشرطة، واستمر أنه يهدد بالعصابة الوهمية اللي اختلقها. وفي يوم 6 مارس بعد يوم وجهت لجوني رسميا تهمة القتل. وفي 2011 اعترف جاكوب بالذنب في الجريمة، لكنه قال أنه كان غير عاقل. وبعدها في عام 2013 عرض جوني للمحاكمة بعد موافقة جاكوب على الشهادة. جوني قتل عائلة كرامر الكره القوي لهم، لأنه كان يشوف أنهم هم السبب
في انفصالها عن أنجيلا وولدها وبعدها ورفضها أنها ترجع له. وفي النهاية جاكوب كان السلاح اللي استخدمه جوني في مقتل عائلة كرامر، لأن جوني هو اللي زرع الفكرة براس جاكوب وحرض على الجريمة، فحكموا عليه بالسجن المؤبد. لكن كان في الكثير من المتعاطفين أنهم شافوا أنه ما له ذنب في الجريمة، وأنه كان ضحية، وأنه ما كان يستحق هذا الحكم اللي صار عليه. شايفين أن الحكم أكبر اللي سواه، أو أن الحكم كبير عليه، خاصة أنه كان تعبان عقليا ونفسيا وكان تحت تأثير المخدرات. أنتوا قولوا لي، هل كان جاكوب أو جيك أداة وضحية في نفس الوقت، أو أنه يستاهل نفس عقوبة جوني اللي حرضه؟ وبس حبايبي، إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو أو نهاية هذه القصة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك للمزيد. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.